صدمة في أوديشا. رجل ينبش قبر شقيقته لإثبات وفاتها أمام بنك في واقعة صادمة أثارت دهشة موظفي بنك وزبائنه. أقدم رجل مسن في ولاية أوديشا شرقي الهند على نبش قبر شقيقته المتوفاة، ونقل هيكلها العظمي إلى أحد الفروع المصرفية لإثبات وفاتها. وبحسب ما أوردته صحيفة ذا هندو، فإن الرجل ويدعى جيتو موندا توجه إلى فرع بنك محلي لسحب نحو 20,000 روبية من حساب شقيقته الراحلة كلارا موندا التي توفيت في 26 من يناير، غير أن الموظفين طلبوا مستندات رسمية لإتمام الإجراءات. وأمام تعقيدات الإجراءات ونقص الوعي بالإجراءات المصرفية، قال الرجل إنه لجأ إلى هذا التصرف بعد تجاهل طلباته المتكررة، موضحاً أنه أراد تقديم دليل قاطع على وفاة شقيقته. الحادثة سلطت الضوء على فجوة الوعي المالي في بعض المناطق الريفية، وأثارت جدلاً واسعاً حول سهولة الوصول إلى الخدمات المصرفية وإجراءاتها.